اهلا بيكم. يا ترى ايه السر وراء ان حد يقدر يبني بيزنس ناجح لوحده تماما؟ سؤال مهم جدا. في تحليل النهاردة هنفتح مع بعض دليل عملي ومباشر، دليل جاي من خبرة واحد من اهم رواد الاعمال الفرديين، اسمه يوسف خان. بنتكلم عن خلاصة اكتر من 11 سنة من الشغل والتجارب، متجمعة في خطوات واضحة ومجربة هتمشي معانا خطوة بخطوة. طيب رحلتنا دي متقسمة لست محطات أساسية. أول حاجة الاختبار الأول لرائد الأعمال الفردي، بعدها إزاي تصيغ عرضك الرابح، وبعدها إزاي تكسب اهتمام الناس، ورابع حاجة فن البيع وإزاي تربطه بالنتيجة، خامسا تقديم الخدمة نفسها بنزاهة، وأخيرا إزاي تبني نظامك الخاص للنجاح. خلينا ندخل في أول وأهم نقطة. كل قصة نجاح عظيمة بتبدأ بلحظة، لحظة واحدة بس ممكن تغير كل حاجة. قصة يوسف خان المهنية كلها اتبنت على لحظة، هي الاختبار الأول والحقيقي ليه. خلينا نتخيل الموقف ده. شاب عنده 21 سنة، لسه في بداية حياته، وفجأة تجيله فرصة غريبة جدا، مطلوب منه يدير معمل تحاليل طبية كامل لوحده. طبعا فرصة ضخمة وفي نفس الوقت مرعبة ومحدش بيتوقعها. الطبيعي والسهل جدا انه كان يقول لأ، يقول انا ما عنديش الخبرة، انا خايف، انا مش هعرف اعمل ده. هو ما عملش كده. القرار كان مجرد انه قال ايوه، وقرر ان هو يتعلم وهو ماشي، وبدأ يبني حجر ورا حجر على الاساس ده. هو فتح الباب ل10 سنين بعد كده كنجاح لرائد اعمال فردي. كل خطوة في مسيرته المهنية، من إدارة المعمل للاستشارات لحد خبرته في الذكاء الاصطناعي النهاردة، كلها بدأت بكلمة أيوة. وهنا بقى اتعلم الدرس الأهم في رحلته كلها، الدرس اللي هو أساس ريادة الأعمال الفردية. ما ينفعش حد يستنى الإجابات تجيله على طبق من ذهب، لازم هو اللي يقوم ويبني طريقة نجاحه بنفسه. كلها في الاعتماد على النفس، دي هي المحرك اللي بيزق كل حاجة لقدام. تمام كده العقلية بقت مظبوطة، بس العقلية لوحدها مش بتدفع الفواتير، صح؟ لازم تكون في منتج أو خدمة، حاجة الناس فعلا عايزاها ومستعدة تدفع فيها فلوس، مش بس فكرة شكلها حلو وخلاص. بنتكلم عن عرض قيمته واضحة لدرجة انه يكون صعب يترفض. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دايما، الافكار العبقرية للبيزنس دي بتيجي منين بالظبط؟ كتير مننا بيفتكر انها بتيجي من الشغف واتبع شغفك والكلام ده، بس الحقيقة ممكن تكون في حتة تانية خالص، حتة ممكن تكون مفاجأة. الإجابة طلعت أبسط وأقوى بكتير من اللي نتخيله. يوسف خان بيقول إنه كان بيروح يبص على شكاوى العملاء، أيوة المراجعات السلبية للمنافسين، لأن وجع السوق وشكوى الناس هو ده المنجم الحقيقي للأفكار الناجحة. فكر فيها كده براحتك. المراجعات السلبية دي بتعتبر كنز، هي بتقول بالحرف الواحد ايه اللي ناقص في السوق، وايه اللي العملاء نفسهم ممكن يكونوا عايزينه ومحدش بيقدمه ليهم. فبدل ما تخمن ويكون معاك خريطة طريق واضحة جدا، بتقدر تبني عرض بيحل مشكلة حقيقية وموجودة، فجوة محدش تاني واخد باله منها. والحلو بقى ان الموضوع ده دلوقتي بقى اسهل 1000 مرة بفضل الذكاء الاصطناعي. العملية كلها ممكن تتلخص في 3 خطوات. ال3 خطوات دول، الأول بنخلي الذكاء الاصطناعي كأنه بيعمل معاك مقابلة عشان تكتشف مهاراتك المميزة. بعدين بتطلب منه يحدد مين هو العميل المثالي للمهارة دي. وأخيرا الأهم، بتسأله عن أكبر 10 مشاكل بيعاني منها العميل ده، وكمان بيقول لها باللغة اللي انت عايزها. ممتاز. دلوقتي معانا عرض قوي ومبني على أساس سليم، بس إيه فايدة أحسن عرض في الدنيا ولو محدش يعرف عنه أي حاجة؟ كأنه مش موجود أصلا. وهنا بقى بتيجي الخطوة اللي بعدها، إزاي نوصل العرض ده للناس الصح، أو إزاي ما يوسف بيسميه التسويق باليقين. يوسف عنده تشبيه عبقري عشان يوضح فكرته، بيقول فيه: تخيل لو قدرت ترجع بالزمن وانت معاك سر قيمة البيتكوين، هل كنت هتروح لاصحابك وتبعت لهم ايميل عادي كده وتقول لهم يلا اشتروا؟ اكيد لا. كنت هتروح لهم بنفسك وتكسر الباب عليهم عشان تقنعهم. هو ده اليقين. هو ده بالظبط الفرق في تواصل بطاقة منخفضة اللي هو مجرد ايميل او رسالة كوبي بيست، وفي تواصل بطاقة عالية جدا، وده بيجي من اليقين، من ايمانك الحقيقي ان اللي بتقدمه ده هيساعد الناس فعليا.
الطاقة دي بتوصل في كلامك، وهي ده اللي بتعمل كل الفرق. واليقين ده مبني على مبدأ أعمق ورثه من جده. دايما كان بيقول له سيب الناس في حال أفضل من اللي لقيتهم عليه. المبدأ ده مش بس في الحياة العادية، لا ده كمان في العالم الرقمي. الهدف مش إن صوتك يكون الأعلى وخلاص، الهدف إن كل تفاعل وكل بوست وكل رسالة بتكون بتضيف قيمة حقيقية للي بيشوفها. طيب نيجي بقى للنقطة اللي بتحير ناس كتير جدا ويمكن بتخوفهم كمان، التسعير. احط سعر كام لشغلي؟ القسم ده بيكسر لغز التسعير حتة حتة، وبيورينا طريقة تفكير مختلفة تماما عن تحديد قيمة اللي بنقدمه. $10,000 أول ما بنسمع الرقم ده ممكن يبان كتير جدا أو حتى خيالي، بس القصة هنا مش في الرقم نفسه، القصة كلها في المقابل إيه؟ يعني هل ممكن حد يدفع $100,000 في لوجو؟ للوهلة الأولى بتبان مستحيلة، بس الإجابة على السؤال ده هي اللي بتفرق بين الفريلانسر العادي والمستشار الخبير. الفريلانسر العادي اللي بياخد $50 بيبيع لوجو، ده اسمه مخرج أو اوتبوت. لكن المستشار اللي بياخد $100,000 بيبيع هوية، بيبيع براند متكاملة ممكن قيمتها توصل لمليارات، وده اسمه النتيجة أو الأوتكم. الشاطر هو اللي بيبيع النتيجة مش مجرد المجهود أو الوقت. يعني الخلاصة إيه؟ إن السعر لازم يكون مربوط بقيمة النتيجة اللي العميل هياخدها، مش بتكلفة المخرج اللي بتسلمه. لما طريقة تفكيرك دي تتغير، ساعتها بس الأرقام الكبيرة بيبقى ليها معنى ومنطق. خلاص، بعنا الخدمة واستلمنا الفلوس، هل كده القصة خلصت؟ بالعكس، دي مجرد البداية. بداية أهم مرحلة، مرحلة التنفيذ. هنا السمعة بتتبني أو بتتهد، وهنا الثقة الحقيقية بتتكون. وعشان الخدمة تتقدم بنزاهة، في شوية مبادئ أساسية. أولا، ما توعدش حد بحاجة ما تعرفش تعملها. ثانيا، لازم تعرف إن متلازمة المحتال دي غالبا سببها مش قلة ثقة، لا، سببها عدم الاستعداد الكافي. ثالثا، لازم يكون في صراحة تامة بخصوص حدود قدرتنا، وده بيودينا لرابع نقطة. لو في حاجة مش بنعرف نعملها نستعين بحد متخصص. الصدق والوضوح هما اللي بيبنوا الثقة اللي ما بتتهزش. وصلنا للمحطة الأخيرة، وهنا بنربط بقى كل الخيوط ببعضها في فكرة قوية جدا، فكرة ممكن تكون هي اللي بتفرق فعلا بين اللي بينجح وبيستمر وبين اللي بيقف في نص الطريق. الفكرة اللي بتضمن ان النجاح ده ما يكونش مجرد صدفة. يوسف بيحب دايما يقتبس مقولة كده جيمس كيلر بيقول: أنت لا ترتقي إلى مستوى أهدافك، أنت تهبط إلى مستوى أنظمتك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأحلام والأهداف الكبيرة لوحدها مش كفاية. اللي بيحدد مستوى نجاحك هو النظام أو السيستم اللي بتمشي عليه كل يوم. النظام هو اللي بيشيلنا وبيوصلنا للهدف مش العكس. وهنا يوسف بيسيبنا مع سؤال وتحدي غريب شوية، بس هو عبقري. ايه هو نظامك عشان تاخد 20 لأ في اليوم؟ فكرة عجيبة صح؟ بس الفكرة هنا انه بيقلب مفهوم الفشل والرفض تماما. بدل ما نهرب من الرفض بنخليه هو الهدف، بنخليه هو المؤشر بتاع الأداء بتاعنا. ولما بنعمل كده الخوف من كلمة لأ بيختلف تماما، وبتبدأ رحلة النمو الحقيقية.